جربنا اذكى واغرب خدعه تيك توك عشان اقول لكم هتسهل حياتكم فعلا ولا اي كلام، وده الجزء ال 31. فجربنا المره دي كيك على شكل ليمون، دخول المفاتيح في الميداليه، ترند الكرواسو، تغليف البرفيوم في الحفاضات، وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. الفيديو اللي جاي ده بقى عملوا اكتر حاجه مبهره انا شفتها في حياتي، صينيه مدوره كده على شكل نص ليمونه، المفروض انها تشيز كيك بتويست كده معين، فانا متحمس لها جدا. طيب احنا بنعمل حاجه شبه التشيز كيك بالظبط، بنجيب بسكوت ساده الاول، نحطه في الخلاط ونفرمه كويس قوي قوي لحد ما يبقى ناعم، بعدين بنسيح الزبده نحطها على البسكوت ونزود كمان الوان طعام خضراء، نقلب بقى البسكوت كويس، نفضل نزود كده في الوان لحد ما نوصل للون اللي انتم شايفينه ده، ونركن الطبقه دي على جنب عشان نعمل طبقه التشيز كيك اللي في النص. بنحط 200 جرام جبنه كريمي، عليها 200 جرام زبادي بالفانيليا، و200 جرام كمان كريمه طهي، عصره نص ليمونه، بشر الليمونه كامله، ونضرب الخليط كويس قوي وننزله على طبقه البسكوت بتاعتنا. ندخل بقى الكلام ده كله الفريزر ساعتين كده لحد ما يمسك نفسه عشان نعمل اخر طبقه خالص، ودي بتشقلب الشكل تماما. ننزل بعلبه جيلي ليمون، عليها كوبايه ميه سخنه، نقلب كويس قوي، وكمان كوبايه ميه ساقعه، ونقلب تاني لحد ما الجيلي كله يدوب، وننزل بيه على الصينيه لحد ما نغطيها. لو زهقتوا في خطوه اخيره خالص، دي بقى اللي بتظبط شكل النص ليمونه بالظبط، وهي انك تسيح شوكولاته بيضه وتبتدي ترسم كده ايه حاجه شبه فصوص الليمون، عشان تطلع في الاخر ليمونه مرهقه شويه، بس يعني شكلها ايه 80% قريب من اللي اتعمل. من احلى اطباق الحلويات اللي انا جربتها في حياتي. انت بتاكل تشيز كيك غني جدا جدا بسبب الكريمه والزبادي والحاجات اللي اتحطت، وفي نفس الوقت طعم الليمون طبيعي 100%، وكل حاجه مظبوطه، طعم دسم مع طعم الليمون، الزبده مع البسكوت اللي تحت ده حاجه ما تتوصفش فعلا من الحلاوه، بتدوب في البق كده مع الكريمه مع الجبنه. انا متاثر عاطفيا جدا بيها، وطبعا هدخلها قائمه تمام. الهاك اللي جايه دي بقى لو ظبطت هتبقى عبقريه. قال لك ان انت لو مش عايز البيض يلزق في الطاسه الستانلس، هتدهن بس دهنه بسيطه جدا من الخيار. ازاي بقى الكلام ده؟ تعال نشوف. ادي الطاسه الستانلس، وادي واحده خيار مقطوع بس جزء منها، نبتدي ندي مسحه كده للطاسه من كل حته، ونشغل النار ونحط البيض، نسيبه كده دقيقه ولا اتنين عشان نكتشف ان هو بيلزق اكتر من العادي. احنا غالبا الطاسه دي باظت خلاص، هم قاعدين بره بيعملوها برجليهم، فهي ممكن تكون هاك تخلي البيض يلزق اكتر، فطبعا هدخلها قائمه اي كلام. الهاك اللي جايه دي بقى بتحل مشكله ملايين من اللي بيقعدوا يقطعوا البصل ويدمعوا ويسحوا طول الوقت. قال لك ايه بقى؟ قبل ما تبدا تقطع البصله ادهن بس السكينه اللي هتقطع بيها بشويه زيت صغيرين قوي. فاحنا حطينا نقطتين زيت بالظبط، وبدانا نقطع تقطيعه في الثانيه في الثالثه لحد ما هرسنا البصله كلها عشان نتفاجئ في الاخر. تعالوا احكي لكم، انا بقالي سنتين مثلا بشوف الهاك دي ومش مقتنع خالص، والناس بتقول عليها، بس هي طلعت شغاله فعلا. في حرقان بسيط قوي كده بيحصل في العين وانت بتقطع، بس لا يقارن خالص بالحرقان والدموع بتاعه التقطيع العادي. الهاك عبقريه جدا وهدخلها قائمه تمام. الفيديو اللي جاي ده بيقول لك ان انت طول عمرك كنت بتاكل الكرواسون والدوناتس غلط، عملوها كده شبه الترند اللي هو الكرواسون المضغوط قوي ده وعليه حاجات من بره، فانا متحمس جدا، خلونا نجرب. طيب احنا في الاول خالص بنهين الحاجات اللي معانا دي بالنشابه، بنقعد نضغط عليها كده لحد ما تبقى طبقه رفيعه خالص، بس ده مش فراغ اتقالوا. احنا بنجيب كمان مكعب زبده، نحط عليه معلقتين سكر بني، ونهرس الزبده على السكر كويس قوي، ونبتدي بقى ايه ندهن الكرواسون والدوناتس بالخليط ده من الناحيتين، ننزل بيهم في طاسه ياخدوا كده تشويحه حلوه، والسكر يتكرمل شويه والزبده تسيح، ونركنهم نص ساعه بس ولا حاجه لحد ما يبردوا، ونبتدي بقى ايه نعمل السحر كله. نجيب شوكولاته بيضاء نحط عليها اي لون احنا عايزينه، ونغرق نص الكرواسون بس بالشوكولاته دي، نحط عليها كمان اي سبرينكلز عندنا، ونركن دي لحد ما تنشف. نيجي بقى للدوناتس، ودي هنغرقها من نصها بصوص البيستاشيو عشان ندوق حاجه حلاوتها ما تتوصفش. واحده واحده كده. الكرواسون في الاول طبعا هو بيبقى معمول بزبده كتير قوي، فلما شوحناه كمان في الزبده مع السكر وتكرمل، طعمه لوحده من غير الشوكولاته اللي ملونه دي يعني حاجه فظيعه. بعدين الحته بقى اللي هي فيها الشوكولاته دي محليه الطعم كمان، مدياله سكر اكتر ومدياله طعم طبعا، والدونتس نفس الكلام، بس انا حبيت الكرواسون اكتر. الهاك فعلا غيرت طعم الحاجات وهدخلها قائمه تمام. الهاك اللي جايه دي عملوا لفه كده في الكاندي، حطوها في صودا بالليمون وبعدين جمدوها، بيقول لك ان هي كده بتبقى احسن 100 مره من الكانديز العاديه. فانا مش فاهم ايه الفرق ان انت تاكلها زي ما هي او تجمدها، فخلونا نجرب. فادي علبه الجامي بيرز، حطيناها في بوله كده وغطيناها كلها بصودا بالليمون، ونسيبها على جنب شويه ربع او نص ساعه لحد بس ما السكر اللي عليها ده ينزل، وبعدين نحطها على منديل وندخلها الفريزر لحد ما تتجمد خالص. ايه الفرق بقى بين الاتنين؟ ولا اي فرق، هي نفس الطعم بالظبط ونفس القوام وكل حاجه، بس اتجمدت، بقيت بتعض في حاجه متلجه او بتوجع سنانك، فانت وجعت سنانك وضيعت وقت. فطبعا الهاك دي هدخلها قائمه اي كلام. الهاك اللي جايه دي لو ظبطت هتبقى بتحل مشكله ملايين، اللي هو المفتاح اللي بتقعد تتخانق معاه ده عشان يدخل في حلقه الميداليه. قال لك ايه بقى؟ انت بتجيب اي شاليمو عادي جدا، تقطع بس منه حته صغيره كده، وتبتدي تدخل طرف حته الشاليمو دي في طرف حلقه الميداليه، وبعدين بتعمل بقى حركه ايه ذكيه جدا، انت بتدخل المفتاح في الشاليمو نفسها، وبعدين تسحب المفتاح لورا لحد ما تتاكد بس ان هو عدى من الحلقه خلاص، وهوبا خلاص خلصنا. كانت فين الهاك دي طول السنين اللي فاتت؟ هو الموضوع برده مش مصيري يعني، بس هي فعلا بتضايق انك تقعد تفتح في البتاع، وبالذات الناس اللي ما عندهاش ضوافر، مزعجه جدا. الهاك بجد بتحل مشكله وادخلها قائمه تمام.
الهاك دي بقى بتقول لك ايه، انت لو مسافر او معزل مثلا من شقه لشقه وعندك حاجات ازاز خايف عليها، ممكن تحميها بطريقه في منتهى العبط والسهوله في نفس الوقت. كل الحكايه ان انت بتحطها في بامبرز عادي جدا. عندنا ازازه البرفيوم دي نحطها كده باي طريقه، نقفل عليها كويس قوي من كل ناحيه عشان يبقى عندنا طبقه حمايه للبرفيوم يسرب ولا حاجه. اول بامبرز تفتحه ويطلع لك ريحه حلوه. بس بغض النظر يعني عن الهزار، الموضوع مش عملي قوي، لان انا لما بدات اخبط على المكتب بالبامبرز ما حسيتش انه في طبقه حمايه حقيقيه فعلا. يعني هي لو اتهبدت جامد او كده هتتكسر عادي جدا. الهاك بالنسبه لي مش عمليه خالص، وادخلها قائمه اي كلام. الهاك اللي جايه دي عملوا شقلبه غريبه قوي. جابوا علبه خوخ اللي هو بيبقى كومبوت معلب ده، وحطوا عليه لبن مكثف وعجينه كده مش مفهومه. فانا عايز اجرب عشان مستغرب بس. طيب احنا بنفتح علبه الخوخ وبنشيل منها 2 بس للتزيين، في الاخر هتعرفوا. وبعدين بنحط عليها نص علبه حليب مكثف محلى، بنقلب كويس قوي بحيث الميه اللي جوه الخوخ دي تخفف شويه الحليب المكثف. بعدين بنحط الميكس ده كله على بعضه في الخلاط، عليه 400 جرام كريم، عليهم كمان عصير نص ليمونه، وحوالي ربع كوبايه تقريبا جيلاتين متدوب في ميه. ونضرب بقى الخليط ده كويس قوي لحد ما نوصل للقوام التقيل ده. اخر حاجه بقى خالص نصب الخليط ده في الصينيه اللي هقدم فيها، وعليها من فوق قطعه كده من الخوخ للتزيين بس. وندخل الكلام ده التلاجة لمده ساعتين عشان يمسك في نفسه. بس الحقيقه يعني بعد 3 ساعات ما كانش قادر يمسك نفسه من الضحك. بصوا بقى، انا شايل في قلبي من البتاعه دي لكذا سبب. اولا هي خدت خطوات كتير وخدت مكونات كتير قوي غاليه، وفي الاخر خالص الطعم زبدوه خوخ زي بتاع جهينه بالظبط. فانت دفعت كتير قوي وضيعت ساعتين من عمرك، وانت ممكن تشتري البتاعه دي جاهزه من بره. بس هي للامانه يعني طعمها حلو. المشكله مش في الطعم خالص، المشكله في الخطوات الكتير، وان هي كمان في الاخر ما ظبطتش بسبب كميه الجيلاتين. تقريبا كنا محتاجين نزود جيلاتين تاني. مش هدخلها ولا قايمه من الاثنين. الهاك اللي جاي دي بتقول لك ان في طريقه في منتهى السهوله تقفل بيها اي اكياس بتستخدمها. فبدانا نجرب. عندنا الكيس ده قال يعني احنا مستخدمين جزء منه، والحته اللي فوق دي مقصوصه، فاحنا بنقص حته كمان بس اكبر منها. بعدين نلف بقى طرف الكيس على بعضه كويس قوي زي السجاده كده، وندخل الجزء اللي احنا قصيناه في الكيس من قدام. بس للاسف فشلت فشل ذريع. فقلنا تمام، يمكن المشكله ان الكيس مليان زياده مثلا. فضينا جزء منه، قطعنا قطعه كمان اكبر من اختها الاولى، وحاولنا تاني. والحقيقه ان القصاصه الزياده دي دخلت فعلا، بس ما كانتش قافله اي حاجه، يعني زي قلتها. طيب عشان ما اظلمهاش، في ناس كتير جدا جدا جربتها وكانت ناجحه معاهم. يمكن هي مثلا بتنجح في اكياس واكياس لا، محتاجه احجام معينه، محتاجه يعني في لفه ما في الموضوع. فانا مش هدخلها ولا قايمه من الاثنين. الفيديو اللي جاي ده بقى بيقول لك ان انت طول عمرك بتسلق البيض غلط. فبدل ما تملى الحله كلها ميه وتهدر بقى والكلام ده، هم 7 معالق ميه بالظبط هتسلق فيهم البيض. فادي الحله وادي البيضتين وادي 7 معالق ميه بالعدد. والهاك بقى او الحركه اللي هنا في الموضوع ان انت بتغطي بس الحله ونسيبهم 7 دقائق بالظبط على الساعه، من 5:12 ل 5:19، عشان نفتح نلاقي في بيضه ماتت. والبيضه الثانيه لما نقشرها نكتشف ان هي مش مستويه قوي من جوه. هي البيضه على وضعها كده زي ما احنا فتحناها تتاكل عادي. في ناس بتاكل اصلا الصفار نص سوا كده، بس دي مش قضيتنا يعني. المشكله فعلا بقى ان انت لو سبت البيض دقيقتين مثلا او 3 زياده عشان يستوي اكتر، الحله هتتحرق مش بعيد تسيح عليك. فانا مش عارف ليه بنكود في سلق البيض، حاجه بقالنا الاف السنين بنعملها. وكمان الهاك مش شغاله، فهدخلها قائمه اي كلام. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير. لو ما عجبتكوش اعملوا لها شير بس، وقولوا لنا عايزين نجرب هاكس ايه تاني الحلقات الجايه.